تروح انت جده وترسل رساله وتفوز ممكن بنص مليون. لازم بقى جايني بكره لازم لما تيجي قبل انظم العمره. لازم ننظم مع العيد وبعدين عشان انت يفهمونا. انت حترتب مع هاني لما تروح جده عشان تطلعوا سوا تاخذوا عمره ان شاء الله. منور يا قمر منور رسالتين ممكن؟ منور يا حبيب قلبي. ارسل 10 رسائل بالمناسبه يعني بالمناسبه ذكرتوني بشيء مهم ايضا لابد اني اقول للمشاهدين. طبعا كل شخص ممكن انه يرسل اكثر من رساله وممكن يرسل طبعا باسمه وباسم احد اقاربه. ما تقدر تزعلني. لا كده تمام. ناخذ اتصال جديد. الو 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 يا هلا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو. فلذلك قلنا له هذه الاجابه اللي عندي وهو ابرأ ذمته وقال هذه الاجابه اللي عندي. ما كناش عارفينها، ما كنتش عارف دي الحقيقه. هو بالمناسبه يعني ضيوفنا مكتوب عندهم كل واحد اجابه لكن ما عارفين او ما مكتوب بالاحرى يعني انه الاجابه هذه الصحيحه او الخاطئه. طبعا في معظم المعلومات تكون معروفه معظمها قد يكون في شكك يعني. تحياتنا اخوي مساعد في امان الله. اذا عبد الله بن حذافه بن قيس السهمي القرشي صحابي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى وهاجر الى الحبشه. اسره الروم في خلافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم اطلقوا سراحه وحضر فتح مصر وتوفي سنه 33 في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه. اتصال جديد. انا مصطلح. ايوه ركز. طيب يعني ايش الاجابه؟ الاجابه اني ممكن اقول الزوج البديل الزوج البديل او زواج البدل او يعني. الزواج البديل. زواج البدل زي المثل اللي قلت له هو من جده لدبي. نعم. طيب اذا فاروق هل يسمى هذا الزواج زواج الشغار ام زواج البدل؟ استاذ عمرو ممكن سؤال ثاني؟ انا الصوت ترى يعني ما اسمعه يعني زين. من الأنكحة المحرمة أن يزوج الرجل وليته رجلا على أن يزوجه الآخر وليته. ما اسم هذا الزواج؟ أنا عندي هم كذا بس في الصوت شوي يا شباب عشان الصوت بعيد عني جدا شوي. جايني بكره لازم لما تيجي قبل انظم العمره. لازم ننظم مع العيد وبعدين عشان يفهمونا. أنت حترتب مع هاني لما تروح جدة عشان تطلعوا شاء سوا الله. تاخذوا عمرة إن شاء باذن الله. الله هنروح مع بعض كمان ونرسل طيب. رسالتين ممكن؟ ولا بس ترسل 10 رسائل بالمناسبة يعني. بالمناسبة ذكرتوني بشيء مهم أيضا لابد إني أقول للمشاهدين. طبعا كل شخص ممكن إنه يرسل أكثر من رسالة وممكن يرسل طبعا باسمه وباسم أحد أقاربه أو أصدقائه. ممكن يعمل واحد مفاجأة. السؤال: نبي صام عن الكلام 3 أيام ليرزقه الله ولدا، فمن هو؟ طبعا الآن حترجعي ولا بتعرف الإجابة؟ زكريا عليه السلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أنا مبسوط يعني كده. مبروك في البداية ولا مساعده أنا مبسوط بدون جدا. مساعدة. ولا تزعل يا ابو فهد ولا هو قال بيزعلك خلاص. مبسوط يا جدعان. بدون ما زعل. حتقدر تزعلني. لا كده تمام. ناخذ اتصال جديد. هاي داي. لو لف الكون كله.